اليوم جبت لك دجاج كينتاكي، ما عادش تشريه من برا، يجي مقرمش ومن الداخل طايب زبدة طري، ما يجيش كامل ناشف. كيفية التحضير والمقادير، تبعي معايا الفيديو للآخر. هنايا راني داية زوج دجاج مقطعتهم، وداية هنايا راس تاع ثوم ومكعب جامبو وملعقة صغيرة نتاع الملح. هنا راني دايرة الحرور، الكمون، وندايرة زنجبيل والقرفة. هنا درت الماء يغلي، لاكوكوط نتاعي كبيرة، راني دايرة هنايا قل من الربع تاع الماء، ما نكثروش الماء، خليتهم حتى يغلو. من بعد درت الدجاج نتاعي الداخل نخلطهم كامل. من بعد نجيب الثوم نقصوه، هنايا تبغي تقصيه هكا ولا تجيبي الطرف تاع الثوم وتقسميها على زوج، المهم باش يطلق لي برك البنة تاعو. هنا راني دايره زوج دجاجات، كانت عندي عرضه صورت لكم، يعني هاد العرضه غير بالتدريج كيما يقولوا. هنايا دوك لهذاك الماء نزيدلو شويه تاع الزيت باش نحي كامل هذوك كيما هذيك لاموس البيضاء هذيك باش نيفيتيها. ودوك نزيد هذوك التوابل اللي كانوا عندي، نخلطهم مليح ونغلق على لاكوكوط ونخليها طيب. نخليها هنا نزيد مربع الدجاج نخليه قيس 20 دقيقة، يعني باش يطيب الدجاج. ما خصنيش يطيب لي زعما حتى يذوب، يعني يكون شاد روحو باش نقدر نكمل المرحلة الثانية. هنايا لازم نزيد المعدنوس اللي نسيتو في الاول، يعني تدي كمشة تاع المعدنوس تقطعيه طراف كما كي تشوفي ونحطوه نخلط مليح باش كامل النكهات توصل لكامل المرسوة تاع الدجاج. انا نغلق على لاكوكوط تاعي. دجاج كينتاكي ولا الكي اف سي اللي كامل نحبوه ونبغوا نشروه من برا، الشغم تاعو في القرمشه وكي تجي البنه تاعو من الداخل طري. انا هنايا بعد ما فاتت 20 دقيقه وحليت على لاكوكوط، فوالا القوام نتاعو. دوك نجيبو ونخليه يصفى ونخليه يتقطر لي مليح، نديرو في كسكاس ونخليه او ميم طون ثاني يبرد، يعني باش نخدموه لازم الدجاج يكون يبرد باش نطيقو نتعاملوا معاه في الاخير. الوقت هذا لكم تتفرجوا ما تنساوش تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكا تطهر النفوس وتغفر الذنوب. هذيك الصدرة راني درت نص صدر ديريكت، ومن بعد كي تجي المرحلة الثانية نقطعو سا ديبون نتوما على حساب أفراد العائلة، كاين اللي يحب يقطعو على 3، كاين اللي يحب يقطعو على 2. هذه هي الدجاج كامل حطيته في الكسكاس، وهاد لاصوص راح نخبيها. هاد المرصوص الصغير تاع الذوق لازم نذوقوه كيفاش يجي جاي. المهم هاد لاصوص نخبيها نطيق نطيب بها حاجه واحده اخرى. هنايا في ريسيبيون واحد اخر جبت الفارينه درت فيها الحرور، نفس لي زيبيس اللي درتهم في الاول، الحرور، الكمون، البابريكا، زنجبيل والكركم. هنا نخلطوه، نزيد شويه ملح. نصيحة إذا شفتوا باللي الدجاج تاعكم جا مالح ما تزيدوش الملح هنايا ولا في البيض. نخلط هنا هذا الخبز المرحي ولا لا شابلور. راح نجيب هنايا 3 بيضات نخلطهم مليح مليح، ثم نجيب الدجاج تاعي نخلطو المرة الأولى في الفارينة، نرمدو في الفارينة مليح، ومن بعد في البيض، ومن بعد في لاشابلور. هنايا رانا متعاونين، قلت لكم كانت عرضة، هنا راهم زوج خياتي، وحده شاده الفارينة وانا شاده البيض، والثالثة شاده لاشابلور كما يقولوا بالقبايلية كرفو ميزين نغانت، يعني تعاون مليح بالخف توجدي وتكملي وتستناي هكا كي يجو ضياف تكوني واجده ولا طابل تاعك واجده. نستف الدجاج تاعي كامل في سنيوه ونستنى الوقت اللي كي نكمل كامل الترماد تاعو باش نفوت لمرحله نقلوه كما نقولوا القليان. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح نكمل لكم الوصفات اللي درناهم في العرضه، لي كيش وشوربه فريك
وشلاضة إن شاء الله يا ربي. يعني شوفوا كي قلت لكم 20 دقيقة، شوفوا كيفاش الدجاج وخليته يبرد، شوفوا الدجاج كيفاش راه شاد روحو ماهوش يعني ماهوش ذايب، المرسوات تاعهم راهم مازالهم شادين رواحتيهم. هنا دوك في مقلة نجيب الزيت نسخنها، من بعد نبدا نقيس لي مورسو تاوعي باش يطيبو، لازم يكتسبوا لا كولور هذيك دوغي بيان، نقولوا لا بيان دوغي هكا باش نحافظوا على القرمشة تاعهم. كاين اللي يطيبوهم في فريتوز، كل واحد يطيب الشي اللي يولمو. انا هنا هذه المقله اللي بغيت نطيب فيها. هذه هي لا كولور اللي المطلوبه ولا اللي نحوس عليها في القليان تاعي. كون كنتو قدام وتشموا الريحه ما شاء الله، والدجاج هذا يخرج بنين الله يبارك، يعني تاكليه وما تشبعيش. كانت هذه كيفيتنا لليوم بسيطة وسهلة، نتمنى منكم تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق الآراء تاعكم، واليوم يسموكم تشتركوا في القناة اللايك حتى يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. إلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله.